طول ما لينا عمر وماشيين في دروب الحياة هتفضل الحياة تخبط فينا ونخبط فيها، نحزن، نزعل، نغضب، وهو كله بيعدي. صحيح الأحداث بحلوها وبمرها عدت، بس كل ده ساب أثر كبير فينا ومشاعرنا ما قدرتش تعدي. أحداث ومشاعر بتتراكم فوق بعض، وكأنك عندك مواد عمالة تتراكم ومش قادر تخلصها لحد ما تيجي اللحظة الحاسمة وتلاقي نفسك بتحزن وتغضب وتتعصب لأتفه الأسباب. فجأة كل المشاعر اللي اتراكمت عبر السنين ومن خلال رحلتنا في الحياة قررت تخرج وتعبر عن نفسها. ابسط مثال للمشاعر دي الفوبيا. تلاقي نفسك عندك خوف غير مبرر من حاجه معينه، واحد مثلا يخاف من الاماكن المرتفعه، واحد تاني يخاف من الميه. لكن لو ركزت وفكرت كويس هتلاقي ان في حاجه معينه حصلت زمان هي اللي متسببه في الخوف الغير مبرر ده، وفضلت العقده دي موجوده عندك. مشاعر فضلت محبوسه جواك وما قدرتش تتخلص منها، لذلك بيجي لها وقت تظهر. تلاقي نفسك عندك حزن على الماضي واحداث حصلت فيه، خوف من المستقبل وقلق كبير، كلها مشاعر انت مش قادر تتخلص منها. لذلك انا جيت النهارده عشان اقول لك انا هخلصك منها. روح هات فنجان القهوه الجميل بتاعك واستناني عشان انا راجع بعد ثواني. فلنسمح لمشاعرنا السيئة بالرحيل ولنبدأ على بركة الله. يقول ديفيد هاوكنز مؤلف كتاب ليتنج جو أو السماح بالرحيل إن كل الناس بتحاول توصل للسعادة بالطرق المتاحة والطرق حتى الغير متاحة، المهم أوصل للسعادة. تاكل أكلة حلوة، تشتري العربية اللي نفسك فيها، تتجوز، تخلف عيال، كل ده أنت بتحاول توصل للسعادة. وعلى الرغم من كمية الرفاهيات اللي بقت موجودة في حياتنا واللي ما كانتش موجودة زمان، لكن برضو أنت لا سعيد ولا مبسوط. والسبب عزيزي المشاهد هي المشاعر المتراكمة والتي لم نسمح لها بالرحيل. وعشان نسمح لها بالرحيل لازم نعرف المشاعر دي جت منين، من اين اتت تلك المشاعر السيئه. يقول ديفيد هاوكنز ان المشاعر دي جت من طريقين ملهمش تالت. اول حاجه الاحداث السيئه اللي انت بتمر بيها، فقدت مثلا شخص عزيز عليك، فشلت في مشروع كنت داخل فيه، واحد صاحبك غدر بيك، زي ما كل اغاني المهرجانات بتتكلم عن غدر الصحاب، وكأن مفيش اي مشكله في حياتنا غير غدر الصحاب، ما لو بداينك ابعد عنهم واقعد في بيتك يا عم. تاني حاجه انك تتعرض لموقف صعب جدا، موقف كان فيه ستريس وضغط عصبي رهيب جدا، كان في خوف كبير، كان في غضب، كان في قلق، كان في توتر، كل ده مشاعر سلبيه بتتراكم جواك. ومع تكرار الاحداث دي تفضل برضو المشاعر دي تتراكم جواك وفي عقلك الباطن لحد ما تترسخ وتعمل جبل كبير جواك اسمه المشاعر السيئه. لكن برضو خليني اقول لك ان المشاعر دي طبيعيه جدا ومفيش فيها اي مشكله. مفيش مشكله لما ازعل شويه او اغضب او احزن، احنا بشر ولازم نشعر بمشاعر معينه تجاه مواقف معينه. لكن المشكله الحقيقيه هي طريقه تعاملنا مع المشاعر دي، وهتلاقي اي واحد فينا بيتعامل مع المشاعر دي باحدى الطرق الثلاث الاتيه. اولا القمع او الكبت. هتقول لي الفرق يعني؟ ما القمع هو الكبت. على فكره انا كنت فاكر كده بس صدح انهم لا مش زي بعض. القمع بيكون بوعي لكن الكبت بيكون بدون وعي. اتعرضت مثلا لموقف كان فيه خوف او قلق او حزن شديد، اكتم يا واد في نفسك واسكت والدنيا بيس، ما حصلش اي حاجه، مفيش حاجه حصلت يا جماعه، انا زي الفل والله، زي الفل و100 فل و14 كمان، حفلتنا مزيكتنا نكمل رحلتنا في الحياه عادي جدا ولا كأن في حاجه حصلت. لكن انت برضه بتضحك على نفسك والمشاعر اللي جواك لسه موجوده. تاني طريقه اننا نفضفض. هتقول لي اه والله ده حاجه جميله جدا، الواحد كده يروح مع حد كده بيحبه ويقعد يفضفض، دي حاجه حلوه جدا. بس هقول لك لا، الفضفضه مش هي الحل، لان في حاجتين بيحصلوا بالفضفضه. اول حاجه انت عمال بتتكلم وتحكي وده بيقلب المواجع اكتر واكتر، ويخلي المشاعر اللي مرتبطه بالحدث او الحاجه اللي حصلت لك دي ترتبط بعقلك الباطن اكتر واكتر. زي ما قلنا كده بالظبط في حلقه العقل الباطن ان التكرار هو من اهم الوسائل اللي بيها تقدر تاثر على عقلك الباطن. تاني حاجه ان الشخص اللي انت بتحكي له ممكن يكون مر بتجربه مشابهه او حدث مشابه وحضرتك عمال تفكره وتنكد عليه. روح يا شيخ منك لله، نكدت علينا وعلى اللي جابونا، وروح يخرب بيت معرفتك الهباب. الطريقه الثالثه الا وهي طريقه احمد زكي في فيلم الهروب. ايوه بالظبط، نهرب من المشاعر دي. فانا ليس عندي رفاهيه الانهيار، اشتغل وانت بتعيط، فتهرب بقى تتفرج على التلفزيون، تخرج مع صحابك، المهم تتجاهل وتهرب من المشاعر دي. وانت فاكر انك بالطريقه دي قدرت تضحك على المشاعر دي وتتخلص منها، لا كان غيرك اشطر، ده هي قاعده ومكمله وبتتخزن كمان في العقل الباطن لحد ما يجي الوقت وتقول لك انا اهو ما متش ما متش ما متش ما متش، ومن بعدها يحصل التاثير النفسي الكبير واللي بيتطور لحد ما يبقى تاثير عضوي كمان. لذلك وجد العلماء ان من احد الاسباب القويه جدا في الاصابه بالإيريتابل باور سيندروم او متلازمه القولون العصبي هي المشاكل والضغوطات النفسيه اللي انت قابلتها زمان. تعرضت مثلا للخوف، للستريس، لمشاكل كتير وانت صغير، عندك حساسيه شديده من الاحداث اللي بتحصل لك، بتاخد الامور على اعصابك، كل ده بيأثر عليك كمان عضويا. وتلاقي اغلب الناس مثلا اللي بيجي لهم مثلا قولون عصبي هم الناس اللي بياخدوا الامور على صدرهم ويقعد يهري وينكد في نفسه،
عنده ما شاء الله جهاز تحليل واحصاء لكل حاجه، يقعد يفكر في كل الاحداث اللي حصلت ويقعد يحللها تحليل دقيق. هو بص لي كده ليه؟ هو كان بيقصد ايه بالكلمه دي؟ هو ليه قال لي السلام عليكم؟ ليه اتك على السين؟ فايه النظام بقى هو اللي بيقعد يحلل بقى كل كلمه حصلت وكل حركه حصلت ويكتشف ما وراء الكواليس. يعني تلاقي حد تاني يقول لك والله عمره ما اتعصب، عمره ما اتعصب والله، وفجاه طب ساكت. لا، هو كان بيتعصب من جواه، هو كان بيحزن ويغضب لكن من جواه ومحدش حس بيه، لحد ما جه اليوم اللي جسمه ما قدرش يتحمل وطب ساكت. بس خليني اقول لك برضو ان في ناس بتتخلص من المشاعر السيئه دي بطريقه غير واعيه، يعني من غير ما ياخد باله بيتخلص من المشاعر دي. يعني تلاقي نفسك مثلا اتصدمت من شخص معين وبعدها يجي شخص تاني يحاول يصدمك وكانك صدمه بالكهرباء، يعني كله جاي يصدم في حضرتك يعني. بس الغريبه انك ما اتصدمتش، هو بيحاول يصدمك وانت ما بتتصدمش، وتقعد مع نفسك كده وانا ايه اللي حصل يا جماعه؟ انا معقوله اكون جالي تبلد كده ومشاعري ماتت؟ لا، هو انت لا جالك تبلد ولا مشاعرك ماتت، بس انت تخلصت من المشاعر اللي حصلت قبل كده او من الصدمه الاولانيه بطريقه غير واعيه، عشان كده الصدمه الثانيه جالك تناحى واتعودت، خلاص الموضوع بقى عادي يعني، لان مفيش مشاعر متراكمه. طب ماشي يا عم الحلو، طب انا افترضنا ما قدرش اتخلص من المشاعر دي بطريقه لا واعيه، باخد الامور على صدري وما بقدرش اتخلص منها، ايه الحل بقى ساعتها؟ ما انا هنا ليه؟ ما انا جاي اقول لك عشان كده، ما انا جاي احكي لك عشان كده، عشان تقدر تتخلص منها بطريقه واعيه. المشكله الرئيسيه اللي ما بتخليناش نقدر نتخلص من المشاعر دي اننا ما بنقدرش نواجه مشاعرنا، لاننا ببساطه ما عندناش آلية او ادوات واللي بيها نقدر نتعامل مع المشاعر دي. فلذلك مخك اول حل يقترحه اهرب، حاجه لا ليا قدره عليها ولا هقدر اتعامل معاها، افضل حل ان انا اهرب، وتفضل تهرب من هنا لهنا ومشاعرك برضو بتجري وراك من هنا لهنا. الجميل بقى في الموضوع ان احنا لو قدرنا نواجه المشاعر دي ونمسكها فعلا كده ونركز عليها، هنلاقيها بقت عامله زي الميه وفجاه اختفت، واول ما تختفي تاخد كل الافكار السلبيه والافكار المرتبطه بيها معاها، ومن بعدها تحلو الحياه. لكن برضو خليني اقول لك ان مش كل المشاعر ليها نفس درجه التاثير، يعني مش كلنا بنتاثر بنفس المشاعر بنفس الدرجه. في واحد مثلا عنده الخيانه اصعب حاجه، واحد عنده العار مثلا ده اصعب، واحد عنده الخوف، واحد عنده القلق، كل واحد ليه مشاعر معينه بتاثر فيه بطريقه اقوى من التاني. واللي بيحصل اننا لما بنيجي نتخلص من مشاعر معينه بننتقل من مشاعر لمشاعر تانية، كانه سلم كده وانت بتطلع عليه واحده واحده او بتنزل واحده واحده. لذلك عمنا ديفيد هاوكنز عمل تدريج وسماه هاوكنز ميثود، وهو عباره عن تدريج للمشاعر بتاعتنا. لو خدنا التدريج ده او السلم ده من تحت هنبدا بالمشاعر السلبيه، العار، الذنب، اللامبالاه، الحزن، الخوف، كل دي مشاعر سلبيه. بعدها ندخل في مشاعر انتقاليه، واللي هي عباره عن حلقه وصل بين المشاعر السلبيه وبين المشاعر الايجابيه، زي الرغبه، الغضب، الكبرياء، الشجاعه، الحياد، كل دي مشاعر انتقاليه. بعدها نروح للمشاعر الحلوه والجميله اللي نفسنا نوصل ليها، الا وهي المرحله الايجابيه او المشاعر الايجابيه في السلم بتاعنا، زي الاستعداد، التقبل، التسليم، الحكمه، التنوير. وكل ما تتخلص من شعور بتروح للمرحله اللي بعده او تروح للشعور اللي بعده في التدريج بتاعنا. يعني تخيل نفسك كده مثلا خايف تفقد انسان بتحبه او شخص عزيز عليك، هنا بيبقى قدامك حلين. الخيار الاول انك تتعمق في السلم لتحت وتنزل للمشاعر السلبيه، فتنزل مثلا من حاله الخوف لحاله الحزن وتفضل تتعمق كده في المشاعر السلبيه لحد ما تعمل لك مشكله كبيره جدا. الحل الثاني كده وهو الحل الاجمل، انك لا تطلع في السلم لفوق وتروح كده للمشاعر الانتقاليه او المشاعر الايجابيه، زي مثلا انك تتقبل حاجه زي كده وتعرف ان دي سنه الحياه وتدخل في مرحله التقبل، او تدخل في مشاعر ثانيه زي التسليم وتسلم امرك لله وخلاص الموضوع انتهى على كده. وكل مرحله من المشاعر دي بتاخد الوقت بتاعها، يوم، يومين، اسبوع، شهر، سيبها زي ما هي لحد ما المشاعر دي تختفي. لذلك اللي احنا هنعمله ان احنا هنركز على المشاعر دي بدون تفكير، بدون تحليل، بدون منطق. يعني بركز بس على المشاعر دي، الان يبقى هعيش الشعور ده بدون تفكير وبدون تحليل وبدون منطق. يعني مش هقول انا قلقان من ايه وايه المشاكل اللي عامله لي القلق ده، مش هفكر خالص في الموضوع ده. انا كل اللي هركز فيه ان انا اعيش شعور القلق، انا قلقان بس. هنعيش الشعور فقط بتجرد بدون اي تفكير وبدون اي منطق. هقفل الموبايل كده في مكان هادي او اوضه هاديه كده وهعيش الشعور بس. يعني حزين احزن، خد وقتك مع حاله الحزن. خايف خد وقتك مع حاله الخوف. قلقان خد وقتك مع حاله القلق، بس كل ده بدون تفكير وبدون تحليل وبدون منطق، وخليها تاخد وقتها لحد ما الشعور ده يختفي من عندك. فجأة كل الافكار اللي مرتبطه بالشعور ده هتختفي معاك كمان. لكن معلش كده قبل ما تدخل الاوضه بتاعتك وتحبس نفسك، انزل اعمل لي لايك واعمل لي كومنت وقول رايك في المحتوى بتاعنا، اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي جايه، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من ميكيبيديا. سلام.